هذا وشيش؟ هذا ابو اليك. وانا تو بديت الاخبار. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. تم ظهور فيروس كورونا كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية، حيث شهد العالم ازديادا واسعا في معدل الإصابات. لذلك دعت منظمة الصحة العالمية بإلغاء كافة التجمعات. هذا الخبر، هذا المرض خطير وقام ينتشر بالعالم، احنا لازم نلتزم ونوقف التجمعات. يا معود شنو هالخرافة؟ اصلا هذا المرض ما يصل للعراق. يا معود الظاهر ما تلتزمون، انا من هسه راح التزم. بس ما تفكر ألف إصابة بكورونا، 157 دولة. تستمر الحياة بشكل عادي، والفيروس يواصل انتشاره بسرعة كبيرة. إذا أصابنا الفيروس إلى أين سنهرب؟ بمجرد إدراك السلطات لحجم المشكلة، الناس لزموا بيوتهم. السلام عليكم شباب. جاي اسوي ليش ما التزمين بتعليمات الصحه؟ الوباء جاي ينتشر. يا معود شنو هالخرافات؟ هذا الناس الله اعلم وشنو المظاهرات؟ عمي مظاهرات، وباء عالمي بدا ينتشر باكبر دول العالم، ماسك اصابات بالعراق. اصابات بالعراق. تعال 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 عمي تعال تعال. تفضل. دكتور اختنقت بالملعب ووقعت. تفضل استاذ. حبيب علي. احكي علي شنو تشكي؟ دكتور ارتفاع درجة الحرارة بجسمي ورشح كلش قوي وكحل. كم صار هالفترة؟ 4 أيام. 4 أيام. احكي لي الأعراض بالتفصيل اللي صارت عندك. دكتور هاي الأعراض من 4 أيام بدأت عندي، وخصوصا القحة، وبديت أختنق. قحة يابسة ولا بلغم؟ لا يابسة. يابسة. سخنت؟ ايه بالليل أسخن. سعال جاف، قحة يابسة؟ نعم دكتور. خنجة عندك صارت؟ ضيق بالنفس؟ اختنقت قبل شوية ووقعت بالملعب. تمام. كنت مسافر أحد الدول الموبوءة سواء إيران أو الصين أو منطقة ثانية خارج العراق؟ لا دكتور. ما كنت مسافر؟ تمام. عندك صديق كان مسافر أحد الدول والتقيت به؟ لا. تمام. أحد مصاب بمنطقتكم بهذا الفيروس كورونا المعروف؟ ماكو وجه إصابة. ماكو إصابات. أنت سافرت المحافظة ثانية؟ كنت بأمريكا قبل 14 يوم. 14 يوم تقريبا؟ نعم دكتور. التقيت هناك الناس عندهم سعال كذا؟ لا. تمام. عين اقعد احنا نحكي وياك. عين اجراءاتنا نحن كالاتي، ان شاء الله ماكو شيء، عندك التهابات بصدرك بسيطه، تمر طبيعيه، ماكو اي مشكله، ومو اكيد عندك ولا عندك فد معيار معين للمرض، لا تخاف. انا هسه نخابر فرقه الاستجابه السريعه، يجون على مود نرسلك المستشفى العام الاستشاريه التنفسيه، على مود ياخذون عندك العينه وبتبقى بوحده العزل. منو اللي كان وياك بهاي الفتره اللي من جيت لهنا؟ منو الناس اللي التقيت بيهم؟ أصدقائي. منو؟ فاضل وخالتهم. موجودين هنا؟ تقدر تتصل بهم يجوا من هسه؟ نعم دكتور. تمام، اتصل لي عليهم. احنا راح نتصل بفرق الاستجابه السريعه على مود نجري الفحوصات. الو السلام عليكم. شلونك عين محمد؟ عيني عندنا مشتبه باصابته علي حسين محمد قرب مدرسه العراق، هو حاليا يمي بس عائلته موجوده بهذا المكان. دز لي الاسعاف
حالا هسه هو عنده 2 ملامسين معاه، ندز لمستشفى العلمود الفحص، وندز لفرقه ثانيه لعائلته، كون عائلته ملامسين بالموضوع. تفضلوا عيني. دكتور احنا جماعة علي جينا قبل يومين. اهلا وسهلا. طلعت سالمة الحمد لله. الحمد لله والشكر. راحت انتم بالعزل؟ ايه تمام. وزميلكم علي؟ نتيجته موجبة. وهسه حاليا بالحجر. تمام؟ الحمد لله، ان شاء الله ماكو شيء، جرعتنا تكون بسيطة. كوادرنا الصحية راح ما تقصر ان شاء الله تجاه زميلكم علي، راح يتلقى العلاج خلال هذه الفترة وان شاء الله يطلع خلال 14 يوم. انتم هسه وضعكم تمام الحمد لله، شفتوا انه ماكو عندكم اصابة باعتباركم كنتم ملامسين. اللي اريده منكم انه تتعاونون مع كادر وزارة الصحة الموجود بالمركز الصحي اللي عندكم مع وحدة الامراض الانتقالية وتعزيز الصحة، انه تطلعون تحفير بالمناطق اللي موجودة داخل منطقتكم، يعلموكم آلية التحفير وآلية الإجراءات الوقائية. السلام عليكم. شلونك حبيبي علي؟ الحمد لله على سلامتك. شلون حالتك صارت؟ شنو هسه تعاني؟ انا تعبت والتنفس عموق يعني. الحمد لله ان شاء الله ماكو شيء، حالتك جاي تتحسن؟ دكتور احسن من قبل بس انا خايف. لا تخاف. كيف يوم صار لك تقريبا بالعزل؟ 8 أيام. ان شاء الله ماكو شيء. ان شاء الله 6 ايام وقت تجي نتيجتك سالبه، تطلع تمام ماكو شيء. لا تخاف، الامور طبيعيه، حرارتك زينه، كميه الاكسجين عندك تمام، وامور ان شاء الله نحو الاحسن، كل الامور ان شاء الله بسيطه، لا تهتم لا تخاف، احنا وياك بكل ما تتمناه تحتاجه. اخوان اليوم الدكتور قال لي تطلع نجيت علاوي وان شاء الله سالم. يا الله بلكي الله يسمع من عندك. هيك شو تصير؟ ايوه. الو اهلا وسهلا دكتور. يا الله الحمد لله والشكر. علاوي سالم. يا الله يا الله. السلام عليكم. عين علي الحمد لله هسه الحمد لله والشكر. النتائج اللي نزلناها لوزاره الصحه، مختبر الصحه العالميه، النتيجه مالتها سالبه الحمد لله والشكر. صار 14 يوم عندنا هسه بتم حالته الصحيه، ما يعاني من مشاكل بفضل الله. الرجاء كاخوان كاصدقاء له الالتزام بتعليمات وزاره الصحه كالاتي: انه عدم التجوال في الازقه والشوارع الا لضروره القصوى. كون المرض يعدي وينتقل عن طريق التنفس وعن طريق التواصل ما بين المجتمع. افضل طريقه هي للوقايه من المرض عالميا واللي اوصت فيها منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه العراقيه هي عدم التجوال وعدم التماس مع اي شخص اخر. تحفير المنازل، استخدام القاصر، استخدام الكحول، نعتبرها اجراء ايجابي لكن يقلل نسبه الاصابات بنسبه عاليه، لكن الحل الافضل اللي اوصت فيه المنظمه هو عدم التماس مع الاشخاص والبقاء في المنازل. انتم شفتوا دكتور على جهود اننا هذول الوزاره الصحه وشعوب الامراض الانتقاليه والعيون السابقه تعتبرون الخط الصلب الاول بهذا الوقت حبيبي واجبنا تعاونكم ويانا سعادتنا وفرحنا المدير السلامه للشعب العراقي. نشكرك. شكرا جزيلا لكم حبيبي.